السلام عليكم حضراتكم متابعين القناه. نشوف مع بعض في الفيديو دوت ازاي نحجز كومسيون طبي بسرعه او بطريقه سهله. كتير جدا مننا بيعاني في حجز الكومسيون الطبي ان هو بيجي عند التاريخ المكان الكشف بتاعه والتاريخ ما بيكونش ظاهر معاه او الوقت ما بيبقاش ظاهر معاه. لو حضرتك حاولت تعمل الكلام ده ولقيته الحاجات دي مش ظاهره معاك، تعرف ان الموقع حاليا مقفول. هتفضل تتابع يوميا في مواعيد مختلفه لحد ما تقدر تحجز معاك. لكن طريقه الحجز بمنتهى السهوله. حاجه بتدخل الرقم القومي هنا معاك، بعد كده بتدخل اسمك والاسم التاني والاسم التالت والاسم الرابع، وبعد كده هتظهر لك ما بتدخل الرقم القومي يظهر لك هنا تاريخ الميلاد بطريقه صحيحه هنا، وبعد كده اليوم والشهر والسنه. هتفتح هنا محافظه السكن، تختار المحافظه اللي حضرتك موجود فيها، مدينه السكن المدينه اللي موجود فيها. بعد كده حضرتك تكتب عنوانك زي ما هو موجود في البطاقه او في شهاده الميلاد. الحاله الاجتماعيه تختار الحاله الاجتماعيه، بعد كده الوظيفه، بعد كده تدخل رقم التليفون. بقى تاخد بالك من حاجه مهمه جدا وانت بتختار البيانات دي، تختار نوع الاعاقه، لان الاعاقه الحركيه لها تقارير مختلفه عن الاعاقه الذهنيه، ليها تقرير مختلف عن إعاقة طيف التوحد، غير ليها تقرير مختلف عن الأمراض المزمنة، بالإضافة للإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. لو أنت علمت على أي حاجة من الاختيارات دي بخطأ، هتضطر حضرتك تعمل تقارير خطأ، وبالتالي هتروح تعمل يكون معاك المحاولة غير صحيحة. فالمفضل حضرتك تبقى عارف نوع الإعاقة إيه عشان لما تيجي تحجز صح. قلنا وليكن إعاقة حركية. بعد كده حضراتكم تحددوا نوع الإعاقة، تختاروا إعاقة حركية أو ذهنية أو طيف توحد أو مرض مزمنة، وبعد كده تفتح هنا اختار مكان الكشف، تختار التاريخ زي ما حضرتك شايفها بالشكل دوت. بعد كده تختار الوقت اللي أنت عايز تروح فيه وتدوس على كلمة حفظ. اول ما بتدوس على كلمه حفظ الاستماره بيجي لك بهذا الشكل اللي حضرتك شايفينه كده. بنبعت لك المكتب هنا بيبعت لك الاستماره دي على الواتس من خلال ملف PDF، تطبعها من اي مكان وتروح تجهز التقارير الطبيه المطلوبه منك وتروح الكومسيون الطبي، وان شاء الله ربنا يوفقك. لو في اعاقه ان شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تحصل على معاش كرامه او كارت خدمات متكامله او سياره مجهزه خاصه بالمعاقين. حضرتك بتعمل المحاولة دي مع نفسك، بتتابع كده، بتدخل بيانات وتملى البيانات وتتابع مع نفسك يوميا في مواعيد مختلفة لحد ما يحجز معاك. ما عرفتش تحجز بتواصل معانا من خلال مكتب المعتمد للخدمات الحكومية المصرية. بتبعت لحضرتك على الواتس صورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد بتاعة المواطن اللي عايز يحجز كومسيون كرامة أو تكافل وكرامة، وتبعت لحضرتك عبارة اكتب لي بيانات النوع الإعاقة إيه، وتكتب لي رقم التليفون والعنوان وشوية تفاصيل كده بتكتبها لي على الواتس، الوظيفه او البيانات الموجوده في البطاقه. تمام. والمكتب احنا عباره عن مجموعه كبيره من الشباب شغالين في حجز المجالس الطبيه المتخصصه. الموقع زي ما احنا شايفينه بيبقى مغلق باستمرار، بنتابع احنا في مجموعه من الشباب في محافظات مختلفه بنتابع الحجز باستمرار. اول ما بيحجز الموقع بيقول نبعت لك الملف بمنتهى السهوله بدون ما تضيع وقت او تتعب. مع حضراتكم شوي من مكتب المعتمد. اللي حابب منكم يتواصل معايا زي ما قلت لحضرتك على التليفونات الموجوده قدام حضراتكم او تليفون المكتب اللي هو 010 6 140 9862 مهندس بشوي فرج الله، مكتب المعتمد. تبعت البيانات على الوصف، وخلال الفترة ما بين اسبوع لحد شهر يكون المكتب حجز لك، عمل لك الحجز مؤكد على موقع المجالس الطبية المتخصصة او حجز كرامة، وبعتنا لك استمارة الحجز. في نهاية الفيديو بشكركم مرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفضل التواصل يكون من خلال الواتس، بلاش الاتصالات التليفونية في أضيق الحدود. شكرا مرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.